بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قصيدة للشاعر الكبير علي سالم بن مهدي عليه رحمة الله، وهي رثاء في الشاعر الكبير أحمد بكردوس أبو فضل رحمه الله جميعا. يقول بن مهدي: يا إله العرش يلذي حكمتك في الناس حكمة، رب جلت قدرتك يا خالق الناس والأكوان، مكتفل بالخلق وميسر كل مخلوق لقمة، لو تقع حشرة ولا حوت وسط البحر سلطان، والأجل مكتوب عندك وانت مستطلع بعلمه، ما لنا شيء علم ودراية بما في الغيب ما بان، كلنا موتى وذا الدنيا وما بعد أمة، كم بها كان وراح وما عليها يدوم إنسان، وبني آدم ضيف يرحل منها لا غاب نجمة، من ثراها بيكبكب الحصى فوقه ولا طيان، لا غني يبقى ولا فقري ولا يبقون زعمة، البقاء لله وحدك من عليها فان، أيها العاصي سب للقبر شفي القبر ظلمه، واحسب وقوفك امام الله هذا يوم اتيان، كل واحد بيحاسب عند حسناته وثمه، حتى في مثقال ذره بايقى حسبه وحسبان، من نفعك اليوم بكره ما نفع والناس زحمه، لا ابو ينفع الاخوه ولا ينفعون خلان، شي عمل صالح معك يبري امام الله ذمه، به يقع وجهك بيض وتناول كتابك بالايمان، وانهي الا معصيه المعصيه العبد وصمه، يوم تلقى الله بتندم وجهك وجه خجلان، تب عادك في النفس من قبل لا توصلك رجمه، تبعدك عن باب عفو وبعد كل عاصي وشيطان، من يخاف الله ويصدق بكل مصحف وختمه، بيد يفوت دينه كلها وجميع الاركان، يعترف بالموت ويحس بالتاخير وقدمه، من غفر منه ظلم نفسه وظلم النفس بهتان، افقهوش الموت ما يشاء ولا يرضى بقسمه، من قصر عمره شله كان بين الناس من كان، شل احمد ابو فضل بما يستخي واعطى خمه، يا خساره احمد ابو فضل يا حزن يشهر وزمان، لو اختار الموت عشره في احمد ما بي مهمه، يلقط العشره ولا بقول متندم وخسران، شق بي موته مشقه حس في القلب درمه، وش انا بقول على صاحبي دنيا ما عليها امان، بابكي على فرقته ما تحركت في الروح نسمه، والدماء تجري في عروقي وتسقي كل شريان، كم لنا جلسات ناوية عم ودة ورحمة، ما نسي ديك المجالس دي مضت عجود وإحسان، من عرف بو فضل وتبادل معه كلمة بكلمة، بيصب الدمع دم مثلي على شاعر وفنان، هو في التفكير متعقل ذكي إنسان عظمة، ما خلق مشكل إذا ما حل مشكل بين الأخوان، كان شاعر مقتدر بدأ في الشعر قمة، كان شاعر مقتدر مبدع بنا في الشعر قمة، وارتقى بول الرتابة ما يريد الشعر يهتان، يعرف الشاعر ويعرف كل متعرض بكمة، ينقلب وجهه إذا سمع ثرثرة هرج وكلام تعبان، ما يحب اللفلفة في الشعر، له أشعار ضخمة رائع التعبير ويحافظ على المعنى والأوزان، وإن دخل وسط العضيدة واستقل نهمة ونهمة، تسمع ولن تنعزب عجب صيرة وشمسان، وانحضر وقت السمر صار السمر منظوم نظمة، بالكلام الزين ينطق له فصاحة هرج ولسان، مدرسة للمبتدئ وعبر لكل جاهل وعلمه، مضرب الأمثال أصبح وسط كل ساحة وميدان، لا عزمنا على السرية للسرية جد عزمه، ما تأخر من صحابه لا يقع في كير رشان، وللشدايد يستعد ويشل له مخلع وقلمه، كم وكم صلح وسمح ناس كانوا ناس أوجان، موت باكردوس بيخلف لنا في الشعر أزمة، عند جمهور السمر دي يعرفون الشعر والدان، فاجأه موته علينا ولامه وأكبر ملمه، على الوطن كله وأهل الوطن نوحوا سيبان، حجر حزنت وصدارة جوها قد راح لطمه، والمناطق كلها من حول لما حصن باقروان، وحزنت علكه وبدو الصور مجماله وبهمه، رضوم والعقله وجول الشيخ والريده وعزان، والجواري محزنه والعين والجلعه وكدمه، والجواري محزنة والعين وجلعة وكزمة، قد حزن بالحاف لما البير وشعابه وخليان، وحزنت ميفع من رجيمه لما خلف شرمه، والسيل والبنقلة والحسي والشقنة وردفان، والغبر وهو حصاصه واخوته وعيال عمه، لا نواحي بروم كل شعاب يعرفها وديان، وهلفوا عندهم كان الخبر دمته دمه، بينهم ساكن زعج موته المحبين والجيران، واختفى وجه الفرح ما أحد يراعى الوجه بسمه، المكلا من خبر موته مسد في ثوب الأحزان، وهل دوعا لنواحي الفرحة وحدود يدمه، والنويمة والغيص والغيض لما الشرج للديس والخزان،
والوادي بن علي الأشبام وقعوضه وعرمه والجبل محزن وحزنت لهم دون كبرى وسيطان. ريت كل إنسان يدري بالذي يرمي خصمه ما خلق شاجع ولا يدري بذي على الإنس والجان. كم فقدنا من نوابغ كم فقدنا من أمة كم من الزعماء فقدناهم وكم من أبطال شجعان. الخسارة فادحة في موت بكردوس صدمة نقص أهل السلا وأصحاب الماجوب نقصان. إنما الأمر المقدر لا يرد برضا وحتمه. لو تجيب الجندي في جيش سيدنا سليمان غصب تقبله الإنسان. لا هو نار يهمه حسبي الله ليه يرجع كل حي لآن لأوان. يا سعيد بكردوس يا أخوته من لحمه ودمه يا ابن فضل الأسد نرجو لكم الصبر والسلوان. عندنا المرحوم له تقدير ومعزة وحشمة بيننا وياه كما بين صبيه ونون الأعيان. يرحمه ربي تجاه المصطفى تغشاه رحمه يغفر ذنوبه بحق الشهر هذا شهر رمضان. واختم الملفاه مني بسورة تبارك وعمه. يرحم الميت يهب له قصر في الجنة وروشان. والسلام عليكم.